من ساعة ما اخترعوا كرة القدم ودايما في صراعات بين الأندية وبين المنتخبات. النهارده هنتكلم عن الصراعات اللي حصلت، عن المباريات اللي حصلت وحصل عليها مشاكل، ده في مباريات كمان حصل بسببها حروب. في دول مجنونة كورة، في دول ما بتطقش بعض لما بيجي يلعبوا كورة. يعني مثلا هنلاقي عندنا انجلترا وكرواتيا، كل ماتشاتهم كل الجماهير لازم يضربوا بعض. هنلاقي مثلا ماتشاتنا احنا ذات نفسنا في شمال افريقيا ما بين مصر والجزائر او الجزائر والمغرب، دايما بتلاقي ان في مشاكل ودايما بتحصل مناوشات في الملعب. المناوشات غير التيفو اللي بيتقدم من الجمهور ده للجمهور ده، اللي هو بيبقى مباريات بالصور، بتبقى حاجة راقية كده وجميلة. لكن لا، في ماتشات بيبقى في ضرب قبل الماتش، بيخشوا المدرجات مشحونين، بعد الماتش بيضربوا بعض. وده احنا شفناه ما بين انجلترا وكرواتيا قبل كده، ما بين سويسرا في اخر ماتش ما بين سويسرا وصربيا. وحتى ابناء الوطن الواحد، احنا بقى مش هنتكلم عن منتخبات عن دول، لا احنا حتى ابناء الوطن الواحد هنلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. هنلاقي مثلا ان اقوى ديربي في امريكا الجنوبيه بين ريفر بلات وبوكا جونيور دايما بيحصل فيه ضرب. دايما من فتره كان في نهائي البطوله الخاصه بامريكا الجنوبيه، المباراه وقفت واتلعبت في دوله ثانيه لان الجمهورين كانوا بيضربوا بعض. النهارده هنتكلم بقى عن المباريات اللي غيرت حاجات كتير قوي. هنبدأ معانا بأول مباراة النهارده واللي بسببها قامت حرب بين دولتين عشان خاطر مباراة، أقسم بالله عشان خاطر مباراة. هنروح فين وهنشوف بقى المباراة دي كانت فين، ده اللي هنعرفه دلوقتي. تصفيات كاس العالم 1970 اللي اتلعبت في المكسيك، كان في مباراه في تصفيات في امريكا الشماليه ما بين الهندوراس والسلفادور. الهندوراس والسلفادور دولتين جيران على الحدود مع بعض، لكن السلفادور عندها مشكله لان دوله صغيره، عندها عدد مزارعين كبير جدا، مش لاقيين فرص عمل كفايه. الهندوراس دوله كبيره عندها اراضي زراعيه كتير لكن عدد سكانها قليل، فكان مزارعين السلفادور بيروحوا على الهندوراس يشتغلوا هناك. اللي حصل ان اتلعبت التصفيات، واجهت السلفادور والهندوراس. المباراه الاولى انتهت بفوز هندوراس 1-0، المباراه الثانيه انتهت بفوز السلفادور 3-0. وهنا ما كانش فيه ركلات ترجيح او الهدف بره الارض او مجموع اللقاءين، لا كان لازم يتلعب مباراه فاصله عشان خاطر فرقه فيهم هي اللي تكسب وهي اللي تروح كاس العالم. اللي حصل ان حددوا ان هيتلعب مباراه فاصله ما بين الهندوراس والسلفادور. الاجواء كانت مشحونه، الهندوراس كانوا بيقولوا هنكسب وهنعمل. السلفادور قالوا لا، ده احنا لو انتوا عملتوا ايه. واصلا الاجواء متوتره ومشحونه حتى سياسيا. راحوا الفرقتين على نيو مكسيكو عشان يلعبوا المباراه الفاصله في 27/6/1969 في نيو مكسيكو في ملعب الازتيكا اللي اتلعب عليه كاس العالم. اتواجه الفرقتين، لعبوا مباراه قويه جدا، الشوطين انتهوا بالتعادل 2-2، لكن لجأوا للاشواط الاضافيه، الشوط الثالث والشوط الرابع. الشوط الثالث في الدقيقه 11 اللاعب بيبو لاعب السلفادور جات له كوره عرضيه حولها بالهيد في الجول، خلصت على كده، السلفادور صعدت كاس العالم. ولكن الهندوراس اللي احنا قلنا من شويه ان المزارعين من السلفادور كانوا بيروحوا يشتغلوا هناك، اضطرت هندوراس انها ترحل المزارعين من الهندوراس. السلفادور شافت ان دي حركه عدائيه. في نفس الوقت وصل للقيادات في السلفادور ان حصل عمليات قتل وتعذيب وقبض على الناس واغتصاب. هيعملوا ايه؟ ما هو لازم، الاجواء متوتره، فاحنا هنتلكك بحجه ان انتوا كسبتوا الماتش ورحتوا كاس العالم.
للاسف السلفادور هي اللي راحت كاس العالم مش الهندوراس، فبرضه التلكيكه فضلت موجود. يعملوا ايه؟ هوب الرجاله طلعوا على الحدود، هوب بالطيران، هوب بالجنود، واستمرت الحرب ديت بالظبط 4 ايام، ولكن خلفت آلاف القتلى والمصابين. دي كانت اول مباراه معانا من المباريات اللي عملت مشاكل تاريخيه.